صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده نوع من الحلويات جميل جدا، بيدوب في البق دوب، سهله اقتصاديه، تنفع في رمضان، تنفع في العيد، تنفع في اي يوم نفسك في حاجه حلوه، بتدوب في البق دوب. يلا بينا. اللهم اني وكلتك امري فكن لي خير وكيل، ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بيضتين بدرجة حرارة الغرفة في بولة، وننزل عليهم بكيس من الفانيليا. هنضرب البيض كويس جدا مع الفانيليا. مش محتاجين يا جماعة يعني وقت طويل في الضرب، لكن محتاجين ان المكونات تتخلط كويس مع بعض. فعندك مضرب كهربي شغال، عندك مضرب يدوي شغال، ما تشغليش نفسك، كله شغال. انا دايما بتبع الوصفات يا جماعه السهله اللي ما فيهاش فزلكه، لاني انا شخصيتي انا ما بحبش اعمل حاجه تبقى صعبه عليا، يعني هي دي طريقتي. فدايما بنقلكوا وصفات مضمونه النجاح وسهله، انا ضمناها ومجرباها قبل كده. هنا بعد ما ضربنا البيض كويس مع الفانيليا، هننزل بنص كوبايه من السكر المطحون، سكر بودر. الكوبايه اللي بعاير بيها كوبايه موحده، ماشي؟ يعني انت عايرتي بكوبايه تعايري بيها كل المقادير. هننزل بكوبايه الا صابع من الزيت، يعني مش كوبايه الا ربع من الزيت، لا كوبايه الا صباع كده، ماشي؟ الزيت يا ريت يبقى نوعه حلو عشان يبقى طعم المخبوزات او الحلويات بتاعتنا جميله. مش محتاجة خالص يا جماعة جرامات، أنا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالكوباية، لأن الوصفة سهلة جدا مضمونة النجاح. بالكوباية أنا بعملها على طول، سهلة ومضمونة، فأنا مش محتاجة جرامات لأني ما بتعاملش فيها كمان بالجرامات. تمام. هنبدأ هنا ننزل بعد ما ضربنا الزيت بالسكر بالبيض بمعلقة أو نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من معلقة الأكل من جوز الهند اللي مش خشن طبعا، يكون ناعم، ومعلقة من معالق الأكل من المربى، مربى المشمش، تكون مربى كريمي مش قطع. وهنضربهم كويس عشان المربى تختلط كويس. احنا اتفقنا ان احنا محتاجين نخلط المكونات كويس مش اكتر، لكن مش محتاجين نضرب مدة طويلة. طبعا المربى لازم تتضرب كويس برضو. هنا هنبقى دايما محضرين بقى عندنا بعد ما نضرب المكونات دي كوبايتين، هنحط الاول معلش معلقه من معالق الاكل من الخل. واتفقنا دايما في كل معجناتنا وحلوياتنا معلقه الخل دي يا جماعه حاضره دايما، ده محسن، محسن بيظبط لك معجناتك وحلوياتك دايما. نكون محضرين معانا بقى نص كوبايه من النشا. تمام. النشا هنا يا جماعه هيخلي المعجنات هشه وخفيفه. هنحط بقى كيس من البيكنج باودر وننخلهم يا جماعة. احنا بننخل هنا عشان الحاجة تطلع برضو هشة وجميلة، ودي بتبقى نقطة مهمة دايما في الحلويات، يعني الحلويات دايما بنبقى عايزينها ايه، دقيقة شوية يعني. خلاص، وهنبدأ نخلطهم برضو. واضربي الأول كده بالخلاط على الواقف، وبعدين شغلي الكهرباء عشان ايه ما ينطرش منك كده زي ما عمل مني. وبعدين هنبقى محضرين بقى كمية الدقيق اللي عندنا، كوبايتين ونص من الدقيق، دول أساسي هتستخدميهم. لكن اتفقنا برضو، وانا دايما بقول ان الدقيق يا جماعة بيختلف من واحدة للتانية، على حسب بقى البيضة اللي انت حاطاه ممكن تبقى كبيرة مثلا فمحتاجة دقيق كتير، على حسب نوع الدقيق نفسه. تمام. فما تقلقيش ابدا لو حسيتي ان انت احتاجتي اكتر من كوبايتين ونص، ما تقلقيش يعني. بدأنا حطينا اول كوباية وهنخلطها كويس. هتلاقي برضو العجينة بتاعتك لسه طرية خالص، هتنزلي بالكوباية التانية وتضربي برضو كويس. واحنا شغالين بقى كده يا جماعة يبقى الفرن بتاعنا بقى شغال، زي برضو ما اتعودنا في مخبوزات او حلويات. فرنك بقى ما جيش افتكره بعد ما اكون خلصت كل حاجة افتكر ان انا ما ولعتش الفرن. دي نقطة بتبقى مهمة جدا في خبز اي حاجة انت بتعمليها. حطينا الكوباية التانية وهنضرب تاني برضو، نقلب بالسباتولا كده، وهنشوف برضو هنلاقينا برضو محتاجين لسه نص الكوباية. احنا قلنا معانا كوبايتين ونص، بنفس الكوباية اللي عيرتي بيها كل المقادير. هنرجع تاني نقول الفرن بتاعك يبقى شغال عشان يسخن، وقت ما تخلصي يبقى جاهز على طول تحطي في الفرن حاجتك. الفرن هنحتاجه يبقى والع من تحت، مش محتاجين الاتنين مع بعض. درجة حرارة على 180، لو ما عندكيش درجة ما تقلقيش، يعني وسط كده. تمام، مش سخن طبعا، انت تبقي مسخناه اصلا، فما تقلقيش ابدا من درجة. حتى لو ما عندكيش ارقام على ما بياخدش وقت خالص يا جماعة في الفرن. هنا نزلت بنص الكوباية، يبقى كده نزلنا بكوبايتين ونص.
أنا هنا لسه حاسة إن العجينة طرية أوي، بُصّوا طرية، طرية يعني، ملزقة جامد ولسه طبعًا أنا باحاول ألِم كل الدقيق اللي موجود، إحنا هنا ما بنعجنش يا جماعة، إحنا بنلِم بصوابعنا بس، تمام؟ هنا هابدأ أحضّر بقى تاني نُص كوباية من الدقيق جنبي برضه، لإن أنا حاسة إن عجينتي لسه محتاجة دقيق، لكن طبعًا مش هاخد نُص الكوباية، أنا حضّرتها جنبي بس هاخد منها اللي هاحتاجه، لكن أنا لغاية دلوقتي حطيت كوبايتين ونُص، وهاشوف بقى النُص كوباية اللي أنا حضّرتها جنبي دي هاخد منها قد إيه، لغاية ما توصلي للملمس المطلوب في العجينة بتاعتِك. لازم أفهم في كل مُعجّنات أنا باعملها أو حلويات الملمس والسيولة بتاعتي شكلها إيه. وده الفيصل في كمية الدقيق اللي هتحتاجيها. أنا نزلت هنا بقى فضلت عجينتي ملزقة، لو ما غسلتيش إيدِك من العجينة هتفضلي حاسة إن أنتِ محتاجة دقيق، محتاجة دقيق، وأنتِ إيديكِ بقى ملزقة، فممكن معلش لا قدر الله تحطي كمية دقيق كبيرة تبُصّي تلاقي العجينة نشفت منِّك. والمعجنات أنا باقول لِك كل التكات اللي ممكن تحصل معاكِ. لازم في لحظة بعد أنا هاقول لِك يعني بعد ما حطيتِ كوبايتين ونُص من الدقيق اغسلي إيدِك من العجينة وشوفي عجينتِك عاملة إيه، لإن طول ما إيدِك ملزقة إيدِك لازقة في العجينة، اغسلي إيدِك من العجينة وابدئي شوفي، محتاجة حطّي معلقة 2 زي ما أنا حطيت كده، أنا حطيت في حدود 3 معالق من الكوباية اللي أنا استخدمتها، هتبُصّي بقى تلاقي عجينتِك كده عجينة طرية جدًا، طرية، طرية يا جماعة، وشبه ملزقة كده، لكن بتعرفي تشكّليها في نفس الوقت، مش ملزقة إن أنا لمّا آجي أشكّلها تلزق ومش عارفة أتصرّف فيها، لأ، طرية وملزقة بسيط لكن سهلة التشكيل، أنا باورّيها لكم طرية أهي. هنا على الميزانة معيار القطعة 25 جرام. هنقطّع كل القطع بتاعتنا يا ريت بالميزانة، ما عندكيش ميزانة ما فيش أي مشكلة خالص بالنظر، وكلّكم أساتذة وستات بيوت يعني زي الفل، بالنظر كده بكل قطعة قد التانية عشان تطلع شكلها حلو، لو هتقدّميها في عيد، في رمضان، في أي مناسبة، جميلة أوي يا جماعة الحلويات دي جدًا. هنبدأ كده نجيب كل كورة بعد ما لفيناها كويس جدًا عشان ما تبقاش مشقّقة ودي نقطة مهمة، هاشكِّل كل كورة بقى بالشكل ده، ده الشكل الأصلي بتاعها. دي نوع من الحلويات الجزائرية يا جماعة جميلة أوي، أوي. هنا بتشكّليها أنتِ بتجيبي الكورة كده بتبرميها في مكان ما أنتِ بتشتغلي، وأنتِ بتبرمي بتسيبي الحتّة اللي في الوسط كده سميكة شوية، وتبدئي على الأطراف ترفّعي، بُصّي على الأطراف بقى بارفّع شوية عن الوسط، بُصّي تبقى عاملة شبه الهلال كده، ماشي؟ بس كده، وتنزلي بيها في الصاج بتاعِك في صينيتِك، طبعًا هي مش محتاجة تدهني الصينية أي حاجة، فرننا طبعًا شغّال بافكّركم تاني، هنبقى مشغّلينه من تحت على 180 وبعدين ما بتاخدش وقت خالص يا جماعة، أقل من ربع ساعة بتبقى خارجة، فلازم عينِك تبقى عليها، اوعي تحطيها في الفرن وتسيبيها، تاخد اللون الجميل من تحت وتبدئي تولّعي شوايتِك، مش محتاجينها تاخد لون من فوق بس تتماسك. مش محتاجين تاخد لون أحمر، لأ إحنا محتاجينها تتماسك بس من فوق، تخرّجيها من الفرن وكده الحمد لله معجناتِك خرجت وبقت زي الفل. الأول بقى إحنا طبعًا حطيناها في الفرن، نبتدي بقى نستعد للتشريبة بتاعتنا، معلقتين من مربى المشمش أو معلقة كبيرة كده، ونبتدي نحط عليها نُص كوباية من المَيّة. عندِك مَيّة ورد جميل، أنا عن نفسي ما كانش عندي وما باحبش برضه طعم مَيّة الورد، دي أذواق، فأنا استخدمت المَيّة العادية خالص، وهتبدئي تدوّبيها كويس، أنا هنا كنت بادوّبها بس حطيت شوية مَيّة كمان عشان يكفّوا تشريبة للكمية اللي عندنا. بُصّي منظرها لونها تحفة من ورا، ما بتاخدش لون من فوق بس تتماسك، زي فكرة البيتي فور مثلًا ما بندّيلوش لون من فوق، بس يبقى مستوي. خلّصنا كده كميتنا وغلينا بقى مربة المشمش مع المَيّة تمام، تبقى سخنة، طبعًا المعجنات أو الحلويات بتاعتِك تطلع ولازم تبرديها الأول، تطلع تبرد تمامًا وبعدين تحطيها في التشريبة دي، عايزة تسيبيها بقى أكتر ما تقلقيش عليها خالص، هي متماسكة جدًا مش هتتكسر معاكِ خالص يعني، وبعدين تبقي محضّرة بقى شوية جوزة الهند كده جنبِك تنزّليهم في جوزة الهند، عندِك بقى شوية شوكولاتة والله جميلة، شوية شوكولاتة بيضا برضه، شوية شوكولاتة غامقة بُني تحطّيها وتحطّي عليها تزيّنيها مثلًا بشروط كده من الشوكولاتة البيضا، التزيين ده بتاعِك.
تمسكي جوز الهند ده مثلًا وتحمّصيه كده وتغمّقيه، اللي يبقى متحمّص كده وتحطيه فيبقى لون جوز الهند مش أبيض، في ناس بتحبه متحمّص، برضه جميل. ولمّا يبرد بعد التحميص تروحي بقى إيه، عاملة الحركة دي بتاعة التشريبة ولفّاه، يبقى برضه شكله جميل. هنا بنخلّص بقى كل الكمية بتاعتنا، على فكرة يا جماعة المقدار ده هيعمل لِك كمية حلوة، كمية حلوة. أنا ما عدّيتش العدد بأمانة، بس ما شاء الله أنا كنت عاملة كمان صينية غير الصاج ده، صينية حلوة يعني. دي الكمية بتاعتنا جميلة، حلويات تحفة يا جماعة، باتمنى تجرّبوها، المقادير مضبوطة جدًا، ما تخافيش من المقادير بالكوباية. لو وصلتِ معايا لغاية هنا وعجبِك الفيديو يا ريت تعملي لي لايك، لإن اللايكات يا جماعة بتشجعني جدًا، واشتراك في القناة تشرّفيني فيها، وأتمنى ليكم حياة